فاتت كان منبهر بجو الفيوم، طبيعتها الخلابة وبموقعها الممتاز. عشان كده قرر الملك فاروق إن هو يبني استراحة خاصة به في الفيوم. سنة 1937 تحديدا قرر بناء استراحة في الفيوم. فطبعا أحضر مهندس ألبرت زنانيري المهندس الإيطالي علشان يبدع بتشييد الاستراحة الملكية. كانت فعلا أبدع طراز وبرج، فكان على الطراز الريف الإيطالي. وتحقق ساعتها للملك إن هو يجمع ثلاثية جمال الخالدة المتمثلة في خضرة حقول الفيوم وأشجارها ونخيلها وزرقة مياه بحيرة قارون. كان الملك فاروق بيستقبل فيه أو في الاستراحة دي ملوك ورؤساء العالم العربي والغربي أيضا، وكانت من أحب الأماكن إليه اللي كان بيقضي فيها أجمل أوقاته، وكان بيمارس في هوايته اللي هي صيد الطيور وصيد الأسماك. معروفة الفيوم بجوها الجميل الرائع، معروفة كمان بأنها من أقدم المدن المصرية والمعروفة باسم مصر الصغرى طبعا لجمالها، وأنها كانت من أقدم دول المدن. طبعا المسافة من القاهرة للفيوم 70 كيلو متر جنوب، يعني ما بتاخدش تقريبا أقل من ساعة بالعربية. وطبعا صورة 52 صورة ضباط الأحرار أمن برج الفيوم من ضمن الممتلكات الملكية، حيث خضع من ذلك الوقت إلى هيئة الآثار المصرية، والتي ما زالت تستخدمه كفندق باسم اليونان